السلام البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. واشركم مبروك باش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم البنات غندير لكم فال البنت الحنطيه بالبيضه، ونشوفوا البنات اليوم واش غيخرج فال كالبنت الحنطيه ان شاء الله. نهرسوا هاد البيضه. البنت الحنطيه، البعض منكم البنت الحنطيه الفال ديالها بالبيضه. هانتوما البنات خاصها تحصن نفسها، لاني كنشوف هنا لان كنشوف هنا عليها عين قويه كيف الثلج، طايحه متقله عليك، كتحسي حتى بتقل في الكتاف ديالك، وكيتناوب عليك هاد الالام. بعض المرات هاد الالام كيمشي لك في الداد ديالك كامل. البنت الحنطيه عندك اختي عين ديال الحسد، وعندك اختي حتى التابعه، وهذا الشيء البعض منكم تسبب لها بثقل على الكتاف ديالها. بعض المرات كتحس بالحريق في الكتاف ديالها، وكتحس بالكتاف ديالها متقلين عليها بزاف. وحتى البعض منكم البنت الحنطيه كنشوف هنا البعض منكم عندها مرض نسائي، كدورها شي حاجه، اما كدورها الوالده ديالها ما خلات فين داوات عليها والو. ان شاء الله غيكون الشفاء. وحتى البعض منكم المتزوجات كنشوف عندها صداع، وكتشدها حتى السخانه بزاف، خصوصا بالليل. وهذا الشيء بس كامل سبب العين والتابعه. وعندك التابعه البنت الحنطيه قويه، والبعض منكم راه تلبست بها العين، ملبسه بها وحتى التابعه حتى حاجه ما كتصدق ليها في ايديها. عالجي راسك اختي، حاولي تفوسخي راسك وترقي راسك، لان كنشوف هنايا في الفال ديالك انتي كنشوف كالبنت الحنطيه مدمره بزاف، وخصوصا داخليا. بسبب هاد الدمار، يعني كنشوفك هنا وليتي حتى عصبيه، اي واحد شاف فيك كتصابي بالعين. كنشوف اختي العين عليك قويه، بعض المرات كتصبحي حتى مريضه. راه حتى من المتزوجات هنايا، النساء المتزوجات كنشوفها ديما تعبانه بسبب العين التابعه، وعندها خلاف مع الزوج ديالها، ديما معصبه معاه. اختي حاولي تعالجي راسك من التابعه والعين، هي اللي عندك. لان اختي كنشوف هنا شحال من بيبان كترقيهم كتلقاهم مسدودين عليك، وهادشي اختي كامل من التابعه والعين اللي عندك. اختي كنشوف هنا غادي يجيك اتصال من عند شخص عفوا، ومازال كنشوف غادي يجيك ان شاء الله رزق وخير. حاولي البنت الحنطيه تحصني نفسك، تفوسخي راسك، طرطقي العين عليك. الملحه موجوده، الشبه موجود، طرطقيهم عليك. غير مليحه والشبه طرطقيهم عليك تحيد العين. والتابعه كذلك. شري حاجه جديده ما مستعملهاش، وديها وحطيها في شي بلاصه وجي شي روضه قريبه ديها انت على روضه،
جمعي شي حاجه ديالك شريها جديده، ما تشد ديالها الحنبه بلا والو. خودي شي حاجه جديده ديالك وديها. عفوا البنات الشمعه دابت. عفوا هايدي الشمعه. ماشي تنحيد هاد الشمعه. دارت لينا التخاخن هنايا، فهمتوا ليها البنات؟ كاع الا ما بغاش تتابعي يشد شي حد تشد يديها شي حد زعما حيت داك النهار درت لكم واحد الوصفه ديال التابعه وقالت البنات غتحيد من وحده تلصق في وحده. لا، غادي تشديها انت كاع وديها عندكم المقبره. ياك عندكم المقبره اي شري شي حاجه جديده وجمعيها في ميكا وديها للمقبره وحطيها في المقبره وجي. هذيك راه كتنحي لك التابعه والعكس وكلشي. حاجه مش بقات تقيسك كاع. انت الا خفتي هزه شي واحد ولا شحال ديال جيت للمقبره وحطيها، كتبقى تما كتحيد لك العكس والتابعه وكلشي بحال شي حاجه صدقتيها تكون جديده شريتيها تكون ما ملبوساش وتحيد عليك التابعه وما تبقاش تعطي حوايجك. وكنشوف هنا البعض منكم البنت الحنطيه عندها فرحه وبشاره خير. وكنشوف هنا البعض منكم البنت الحنطيه عندها امور شاغله البال ديالها والتفكير ديالها غتحل ان شاء الله. وكنشوف هنا شخص مشحفك البنت الحنطيه، مشحفك معاه. ممكن يكون صديق او حبيب. انت اختي متعلقه بهذا الشخص بزاف وكتحبيه وكتبغيه بزاف. هو العكس ديالك، ما عطيكش وقت، ما مسوقش ليك بمره. حتى من الميساجات ديالك بكترسليهم ليه ما كيجاوبكش وقت ما بغى هو ووقت ما قالها ليه راسو. لان كنشوف هاد السيد مغرور هاز من اخر للسما وحاس براسو شويه. فهمتي؟ حاس براسو شويه لانك انتي كتبغيه. هو عاجبو راسو شويه حيت زوين وبوكوس كيلبس ويتريح خدمته زوينه. وهاد النوع بحال هاد النوع تزويزو عطيه النخال وميكي عليه باش تقتليه. عطيه النخال وميكي عليه. ما تبقيش البنت الحنطيه بالهوفه عليه. عامليه بالمثل كما تيعاملك عامليه. ما كيجاوبكش في الواتساب او مكالمات حتى انتي ما تجاوبيش. الغد ردي عليه، يرسل لك ميساج الغد ردي عليه وتشوفي غادي يولي يتابعك ويسول فيك وهو اللي اشتاق لك. انت هو كيستعمل معك هاد التصرفات بانك انت تشتاقي ليه. انت نفس اسلوب ديالو عامليه به كما كيعاملك عامليه به حتى هو. وغتشوفي النتيجه وغتشوفي الا ما اشتاق لك وجات لعندك ويتبدل معك. اعطيه النخيل وبعد عليه واحد الفتره وتشوفي غادي يرجع حتى لعندك. انت كتبقاي تسولي فيه وعطيه قيمه وعطيتيه اكثر من القيمه ديالو تيحاول يبعد عليك بحال كتقجيه. بعد عليه وعطيه النخيل وغادي تشوفي غادي يرجع حتى لعندك. البنت الحنطيه كنشوف لان البعض منكم البنت الحنطيه فهاد العلاقه كانت علاقتكم زوينه في البدايه ومن بعد تغير كل شيء. هادشي بسبب انك عطيتي لواحد الانسان اكثر من الحجم ديالو. كنت انتي ويا غاديين زوينين فرحانين وضاحكين، ولكن في الاخر هو خدلك وانتي عطيتي اكثر من الحجم ديالو وهو ما يستاهلش. فهمتي يا البنت الحنطيه؟ هو ما يستاهلكيش. والبعض منكم البنت الحنطيه كنشوف عندها اتصال او رساله. عندك اختي جوج خبيرات غتسمعيهم زوينين. كنتي كتحلمي تسمعيهم شحال هذا. كنشوف اختي علاقتك بالشريك كانت متوتره بزاف وفيها خصام وجدال بيناتكم ولا بيناتكم حتى الكره. وهادشي كامل بسبب الطرف الثالث.
كنشوف هنا الطرف الثالث في العلاقه ديالكم، الطرف الثالث في العلاقه ديالكم، لكن كنشوفه هو تغير وغير رجع لعقله معاك، لأن الطريق مشى فيه هذا السيد اللي هو معاك، الشريك ديالك او الزوج ديالك، مشى في طريق اللعب واللهو والصحاب والبنات او اصدقاء السوء. صافي هادشي سالاه وخلاه عرف بزاف د الحوايج، خلاتو ندم، لان اختي كنشوف هنا هو فضل لك الطرف الثالث. يمكن مرة دخلت في العلاقة تيا وياه، عندكم علاقة ثلاثية، هو حس معاها بندم، او كان مرافق اصدقاء السوء كيتمشى معاهم، لقى راسو خدم هاد العلاقة غير الخسارة وخسرة للمال، لان لقى بان كلشي تيبغي غير على الفلوس ديالو، كان عنده كاين ما كاينش ما كاينش، كلشي باغي على مصلحته. هو ندم ورجع لعقله وباغي يرجع معاك، لان كنشوف هنا في العلاقه ديالكم غيكون رجوع بيناتكم ان شاء الله، واعتذار منه هو، وكنشوف انت غتكون عندك فرحه زوينه وصغيره في العتبه ديالك، اما عندكم شي حد من العائله نجح وغديروا ليه حفله صغيره، او عندكم شي عيد الميلاد، المهم شي حاجه زوينه في الارض العتبه ديالك. وكنشوف هاد السيده اختي اللي انتي معاه ومخاصمه معاه ومغيره معاه، على سبب الطرف الثالث راه غادي يكون رجوع، غيرجع لك ندمان وغادي يطلبك. هاد الشيء الا انت سمحتي ليه، هادشي الا انت سمحتي ليه، لانك انت اختي تاديتي بزاف عاطفيا وبكيتي في نجوم الليل وتعذبتي وقلبك تأدى منه بزاف وبقى فيك الحال، خصوصا لانه جات الخيانه من عنده. انت اختي ما تقبلتيش هاد الخيانه اللي جات من عنده هو، وكرهتيه في ساعات غضب، لانه هو اداك وما ما راعاش المشاعر ديالك. كنشوف اختي السيد مازال عندك معه رجوع، ولكن هذا الرجوع متوقف عليك انتي. الا رجعتي سمعتي ليه على الخيانه مع الطرف الثالث اللي خانك معاه، عفوا، وتقبلتي الوضع، هي هذيك غتكون الامور على ما هو احسن. ما تقبلتيهاش اختي، الاختيار لك انت. والبعض منكم البنت الحنطيه كنشوف البعض منكم عند ايام جايه زوينه وسعد زين. شو البيضه تجا خلطات البنات، ها شفتوها مسكينه عندها تاهي الهم. جايكم سعد زين، ورغم الدموع والقهر والظروف الصعيبه اللي انتي اختي دزتي منها البنت الحنطيه، ظهرك قليل وقلبك كان هاز تقل قد الجبل وتحمل بزاف وكتر من طاقته، كل شي كان مسدود في وجهك البنت الحنطيه، حتى باب ما كان محلول لك. ان شاء الله هاد اللي بغا يتحلك باذن الله، والحزن اختي غادي يمشي عليك، وغتجي ايام ان شاء الله جميله وزوينه، وايام السعاده والفرح. وكنشوف حتى البعض منكم البنت الحنطيه عندها قلق وتوتر. ما تخافيش البنت الحنطيه، ان الله كيبغيك. واخا نتوما تيمسحي لي البنات، واخا نتوما كتوقعوا في المشاكل بزاف والهم، ولكن ربي تيحلها ليك، لان كنشوف هنا نيتكم نتوما
وقلبكم صافي حليب ونيتك حسنه البنت الحنطيه، نيتك خصيتي حسنه، ما كتاذيش الناس، ما كتاذيش شي انسان، حتى الحيوان ما كتاذيش. خلي اختي ايمان قوي بالله وما تخافيش من حتى شي حاجه ان شاء الله. ربي معاك البنت الحنطيه. كنشوف حتى البعض منكم البنت الحنطيه، كنشوف اختي ندمانه على شي حاجه دارتها في الماضي ديالها، اما دارت شي حاجه قديمه في الماضي ديالها او غلطت شي غلطه في الماضي ديالها او دارتها قريبا. كنشوف اختي هاد الندم ما عنده باش غيفيدك. حنا ماشي المشكل ان الانسان يغلط مره واحده، المشكل انك تعاودي نفس الغلط بغلط، فهمتي؟ انك تعالجي الغلط بغلط. لا كلشي كنغلطوا ان شاء الله، كيقول خير الخطائين التوابون. حتى واحد ما معصوم من الخطا، ولكن الخطا ما يتكررش. كتشوف اختي هاد الحاجه اللي درتيها اما قريبه اما في الماضي ندمان عليها، ندمتي عليها ندم كتير وبكيتي عليها. خلي ايمانك اختي قوي بالله، وبقاي اختي تخرجي صدقه. راه ديك الصدقه اللي غتخرجي ان شاء الله غتحيد لك البلا والباس. البنت الحنطيه، بعض منكم ندمان على شي حاجه دارتها، حاولي تكفري على ذنبك بشي صدقه تخرجيها تعطيها في سبيل الله، وخلي ايمانك قوي بالله. راه هذيك الصدقه اللي غتخرجي غتدفع لك البا والباس. وحتى البعض منكم ما مرتاحينش، كنشوفها مهمومه وقلبها باكي بالدموع، وحتى الحياه ديالها يئست منها. كتجيك ساعات كيطلع لك الدم، كتئيسي من كل شيء ما كيبقاش تبان لك حتى شي حاجه. كتملي كتقولي انا لاش عايشه، شنو هو الدور ديالي؟ ما عندي حتى دور. وكنشوفك كتبكي في نجوم الليل البنت الحنطيه، قلبك سير دم، كلشي كتقلب لك. بعض المرات كتجيك بحال الطجه، كتقولي انا اش عندي في هاد الحياه، كلشي تتئيسي من الحياه ديالك. ان شاء الله مازال اختي غادي يفاجئها عليك الله، وغادي يعوضك على داك الشيء اللي ناويه في البال ديالك. غير خاصك شويه تصبري. انت راه كنشوف النفسيه ديالك تعبانه حتى من الاهل ديالك، وعندك ضغوطات حتى الاهل ديالك شويه عندك معاهم مشاكل وضغوطات، حتى الاصدقاء عندك الهم بزاف. ولكن البنت الحنطيه اختي ربي غادي يفاجئها عليك ان شاء الله، غادي يفاجئها لك ان شاء الله. والبعض منكم البنت الحنطيه كنشوف عندها لقاء مع الاهل ديالها او اجتماع معهم ان شاء الله، اما في العيد ديالها غتجمع مع العائله ديالها وتفرح. المهم عندها لقاء مع الاهل ديالها او غتسافر الاهل ديالها، وعندها لقاء حتى مع صديق او حبيب الله اعلم. المهم غيكون اجتماع ما بين الاهل ديالك، وغيكون عندك اجتماع ما بين الصديق او الحبيب ديالك او شي واحد المهم صديق ديالك. كنشوف غالبا طاقتك جيده البنت الحنطيه، البعض منكم عندها الطاقه جيده زوينه. كنشوف اختي انتي، كنشوف في انتظار امر كتفكري فيه، وهذا الامر مجهول ليك، هذا الامر مشتت ليك التفكير ديالك. بعض المرات كتحسي براسك ضايعه. طاقتك كنشوف فيها البنت الحنطيه تقل كثير. حاولي تنظفي نفسك من الطاقه السلبيه،
حتى الناس اللي كيعطوك الطاقه السلبيه ويبقاو يتشكوا عليك، يبقى يتشكى عليك الانسان، انا درت، انا ما درت، انا ما درت، حاولي تبعدي منه، حتى هذيك الطاقه ما كتوالمكش. فهمتي؟ حاولي تنظفي نفسك من الطاقه السلبيه اللي انتي فيها الان. وكتحسي حتى بالجسد ديالك البنت الحنطيه فيه خمول وكسل، بعض المرات كتفيق الصباح بحال كنتي ضاربه تمار وتعب، وانتي اختي وانتي مرتاحه ما دايره حتى شي جهد، كنشوفك كسلان وبحال ضربه تماره. انتي كنشوفك وصلتي لواحد المرحله ديال الوعي والاكتفاء بالذات، يعني عارفه وواعيه وفاهمه عكس ما كنتي عليه قبل. غير حاولي تنظفي هاد الطاقه ديالك من الطاقه السلبيه. كنشوف اختي هنا عندك شي حاجه جديده جاياك من طرف صديق غتفرحك ان شاء الله. المهم غتكون عندك شي حاجه غتجيك من الصديق، اما كادو اما فلوس، المهم غتشري شي حاجه، عندك صديق غادي يجيب لك شي حاجه، غادي يهديك بشي حاجه. كنشوف البعض منكم البنت الحنطيه عندها امور معرقله، زعما مشكله، نقول لك من فتره، نقول لك من شهر، من 15 يوم، من 20 يوم. وانتي كنشوفك اختي كتحسي بالوحده والاكتئاب وحتى القلق، واخا انتي كنشوفك منعزله بوحدك على الناس، اصلا انتي عزيزه عليك الوحده، كتبغي تبقي عيب بوحدك تريحي بوحدك، وزيد كمل لك الاكتئاب وكملتي. كنشوف اختي البنت الحنطيه غيجوك فليسات، كنشوفك هنايا غتغيري شي حاجه في العتبه ديالك ان شاء الله. وهاد الحاجه اللي غتغيريها في العتبه ديالك، اما بغات تشري فريش ولا بغات تشري صالون، المهم بغات تشري شي حاجه زوينه للدار ديالك. وهاد الحاجه اللي غتدخلي للعتبه ديالك وغتدخلي للدار ديالك غتغير لك حتى من النفسيه ديالك، النفسيه ديالك غتفاجئ عليك بهاد الحاجه اللي غادي تشريها جديده، اما بغات تدخلي صالون ولا بغات تفرشي بيت الكلاس ولا بغات تشري شي حاجه اتات زوين. المهم هادشي اللي غتدخلي العتبه ديالك غادي يعطيك واحد شويه طاقه زوينه. واخا انت اختي كنشوف عندك طاقه سلبيه تنتيا، لان نشوفك انت منعزله بوحدك وديما مقلقه ومكمشه في القنت. علاش كنشوف عندك الامور معرقله من شحال هذا ومعكسالك، عندك شي امور معكسالك. انتي كتحاولي تجنبي الناس، كتحاولي تجنبي الناس، ما كتعرفيش مع ناس زوينين اللي تماشي معاهم اللي يوريوك وتوريهم، كتحاولي تبقاي بعيده على الناس، وهذا الشيء تسبب لك حتى بالوحده، بحال شدك التوحد، بحال شدك الاكتئاب، وليتي غير بوحدك. كتحاولي تكوني بوحدك. وانتي اختي راه كنشوف حاولي تخالطي شويه مع الناس، واخا انتي كنشوفك ديما منعزله بوحدك، انتي ساده عليك بوحدك ما كتخالطيش مع بنادم. حاولي تخالطي شويه مع بنادم باش حتى الامور ديالك اللي معارقه تسرح الطريق. كنشوف انا الامور الطريق عندك شويه دايره معرقله، فيها الامور عندك معرقله بسبب انك منطويه على النفس ديالك وساده عليك، ما تدخليش الناس في الامور. شي امور كتكون عندك باش تحلها وتعرفي لها الحل، لا كتبقاي ساده على الراس ديالك وعلى المشاكل ديالك وما كتعرفيش تحليهم، والطريق اللي وجهوك ليه الناس ما كتعرفيش، كتبقاي ساده عليك بحال ساده عليك في واحد الدائره، وكتبقاي تدوري في وسطها وكدوري وترجعي للوسط ديالها. هكا كنتي كيوقع لك البنت الحنطيه، كتبقاي تدوري وترجعي حول نفسك. حاولي اختي تخرجي من العزله ديالك وتخالطي مع الناس باش ديك الامور اللي معرقه لك
ان شاء الله تلقاي لها حل وتحلك. انا شخصيا كنشوف هنا عندك الطاقه، عندك الطاقه ما زويناش، طاقه الوحده والهموم والتعب، ولكن ان شاء الله غادي تشري شي حاجه جديده تدخلها للعتبه ديالك. اما غتشدي فلوس فليسات شي حد غيعطيهم لك، اما فليسات عملك، واما غتدخلي شي حاجه شي اساس غتدخليه للعتبه ديالك ان شاء الله غادي تفرحي، وغادي تحيد لك شويه هاد الغمه اللي في القلب ديالك، وهاد التوتر اللي عندك غتتفاجئ شويه، غتحسي بالتحسن. ولا كنشوف البعض منكم البنت الحنطيه كدروا الدار وحتى الركاب، والبعض منكم راه عندها موعد حتى مع الطبيب ان شاء الله، كدروها الركابي والرجلين، عندها موعد مع الطبيب ان شاء الله يكون خير ويجيب ليها الشفاء. حاولي تنظفيها البنت الحنطيه الطاقه ديالك، تبعدي على العزله، تحاولي تجمعي مع الناس. البعض منكم البنت الحنطيه عندها ان شاء الله بشاره جديده، وعندها الصلح مع الشريك او الاهل، اما مخاصمه مع الاهل ديالها او احد الاصدقاء ديالها. ان شاء الله غادي يكون عندها مصالحه ما بينها وبين الصديق ديالها او الحبيب ديالها او الزوج ديالها، المهم كان طرف ثالث اللي غادي يصالحكم، وعندك كنشوف بدايه جديده في هذه العلاقه، غتنساو كل شيء وتبداو من جديد، لان كنشوف عندك بشرى خير البنت الحنطيه وصلح مع الشريك. وانت اختي كنشوفك اما مخاصمه مع الاهل ديالك ومقاطعهم مده هذه، كنشوف هناك تدخل احد الاطراف، اما شي حد غيتدخل لك ان شاء الله في هذا العيد، غتشوفي العائله ديالك وغديري صله الرحم، تربطي صله الرحم معهم، لان نشوف هنا البعض منكم كنشوف عندها خصام مع الاهل ديالها سبب بسيط، قطعة الغام وقطعة حتى صلة الرحم ديالها، او البعض منكم قاطعة صلة الرحم الاخوة ديالها، ما كتهضرش مع خوتها ومقاطعة معاهم. يعني كنشوف هنا طاقة الخصام، لان هنا كنشوف عندك البنت الحنطية عندك بشرى خير وتصالح ان شاء الله في هاد العواشر، اما مع الحبيب ديالك متخاصمه نتيا وياه، او الزوج ديالك عندك خصام وقع غيار بينك وبين الزوج ديالك، وخرجتي ومشيتي لداركم او مشيتي لبيت الاهل ديالكم، ان شاء الله غيكون هناك تدخل من الطرف الثالث اللي غيدخل وغادي ترجعي، اما غترجعي تعيدي مع الاهل الزوج ديالك او غترجعي تعيدي في المنزل ديالك. المهم هنا كنشوف طاقه عندك زوينه البنت الحنطيه، عندك رجوع، اما رجوع الى الارض بيت الزوجيه ديالك، او بنت الحنطيه مخاصمه مع الاهل ديالها وغادي تجي عندهم ان شاء الله وتدخل ارض العتبه لبيتهم، اما عندك مصالحه مع الحبيب مخاصمه نتيا وياه وغادي تتصالحوا وغترجع المياه لمجاريها. المهم عندك بدايه جديده وعلاقه زوينه غتبدا لك. وكنشوف حتى البعض منكم بالنسبه للمتزوجات عندها ان شاء الله حمل قريب، غتفرح في ارض العتبه ديالها من بعد ما كان مسكينه ديما كيخسر لها، حتى البعض منكم ديما كان تيخسر لها الحمل ديالها، ديما كيطيح لها حتى كيوعد عندها شهر شهرين توصل حتى 3 شهور وكيطيح لها، مسكينه كتعقد الامال، ولكن كيوصل شهر شهرين 3 شهور كيطيح لها. هذيك عندها تابعه في الرحم ديالها، المراه المتزوجه اللي كيطيح لها تيلاد او المولود كنقول او الجنين كيوصل عنده 3 شهور كيطيح لها من الرحم ديالها، كيكون عندها تابعه، كيكون عندها بحال السحر مديور ليها، وهذاك السحر ما كيخليش ليها
الجانينين مو كيلحق واحد شهرين 3 شهور كيطيح. هاد الانسانه خاصها ترقي راسها وتعالج راسها، لان كنشوف عندها هنا طاقه السحر، تتحمل وكيطيح، عندها بحال التابع تابعها، خاصها تنحي هذيك التابع، توسخ راسها وتنحي التابع، وما عمرها تعاود تعطي حاجه ديالها تطلبها ما تعطيهاش، اللي طلبها لا ما تعطيهاش، وتمشي عليها التابع ان شاء الله تنحيها عليها، لان التابع راه سهله باش كتحيد، ماشي صعيبه بزاف. كنشوف هنا البعض منكم البنت الحنطيه عندها احد من الاقارب ديالها غيمرض، غادي يمرض وغادي بحال غتخلعوا عليه شويه، ديك الفرحه اللي كانت عندكم بحال غترجع شويه، بحال غتغيروا. وهاد السيد راه غادي يمرض غير شويه، مرض بسيط، وانتم غتخلعوا عليه وترونوا الدنيا كامله، ولكن هو عنده غير مرض بسيط، ما عندوش شي حاجه صعيبه، ان شاء الله غادي يتشافى، ترجع لكم الفرحه، غتغيروا شويه وغادي ترجعوا، غادي يكون عندكم شفاء في ارض العتبه ديالكم. وحتى نشوف هنا حتى البعض منكم البنت الحنطيه عندها غتدخل شي حاجه للعتبه ديالها، اما بغات تشري فراش جديد او اتات تدخلوا للعتبه ديالها، او بغات تشري ارض او سياره وعندها ملك، المهم شي حاجه غتكون في الملك ديالها وغتفرح بها وغتسعد بها. وكنشوف هنا البعض منكم البنت الحنطيه تغدرات، ماشي بشرط تغدر من طرف الشريك او العلاقه العاطفيه، لان كنشوف البعض منكم تغدرات، تقدر تكون في العمل ديالها، لان كنشوف هنا عندها شخص معاها، اما في العمل ديالها او المحيط فين تخدم. كنشوف كنفقه وكيعطيها بوجه، وكيعطي الشركاء معها بوجه. هاد السيد اللي هو معاك راه غدار بزاف ومخلوط، حتى في العمل ديالك، واخا البعض منكم عندها حتى العمل البسيط، هاد السيد ما فهمتوش شنو باغي من هاد السيده، بعيده عليه، ما كتلحقو ما كيلحقها، ولكن تيهبش وراها، كيوصل لها هو الهضره، كيجيب لها الهضره وكيقول لها قالوا داروا كيدي الهضره ما عندها، لان هاد الشخص تحاول تبعد منه، عنده جوج وجوه، منافق، كيبغي يتسوق للخبر ديالها، واخا هي ما حدوديه، ما كتجبدش حتى انسان، ولكن هاد السيد دايره بحال الصديق ديالها، واش تعطيه وتمد ليه وتحن فيه، ولكن هو كنشوفه هنا كيطعن في الظهر ديالها، كيطعن ومنافق وكنافقه، تحاول تبعد عليه وما تبقاش عاطيه نيتها، لان نيته هو سيئه، كيطعن فيها بالظهر ديالها، خصوصا البعض منكم مع شركاء العمل ديالها. وكنشوف البعض منكم البنت الحنطيه عند الدخول المحكمه، اما عندك اختي دخول غتدخلي للمحكمه على شي وريقات، او عندك جلسه طلاق، او شخص قريب ليك غيدخل للمحكمه عنده وريقات، او اختي عندك مشاكل مع شي حد في المحكمه ومنتظره يجيك اتصال من شخص والبال ديالك مشغول به، غادي يكون عندك اتصال معه على حساب ورقات، اما في محكمه او عندك جلسه او جلسه طلاق، او المهم شي حاجه، او عندك شي حد من العائله ديالك غيدابز، ولا المهم غتكون عندكم طبلة المخزن. البعض منكم البنت حتى اما غيدخل المحكمه
على شي حاجه. المهم عندك اختي طابله المخزن في العتبه ديالك، او احد من عائلتك في المخزن واقف على مشاجره، وشي حد عندكم مشدود في الحبس، او عندك البنت الحنطيه طلاق. المهم كنشوف هنا اما انت اما احد في العائله ديالك. المهم غادي يكون عندكم طابله المخزن في العتبه ديالكم. وانت اختي كنشوفك هنا كتسناي تليفون على حساب بعض منكم، على حساب ورقه في المحكمه، وهاد التليفون راه غيجيك، التليفون غادي يجيك وغيتصل بك. والبعض منكم تقدر دافعه ورقات ديال الزواج او العمل، حتى دافع في المحكمه اوراق ديال الزواج ان شاء الله راه غادي تسمع خبر زوين، او عمل قريب. انتي كنشوف هنا الحياه ديالك مرونه، الحياه ديالك مرونه مشكله. كنشوف حتى التعب ديالك، التعب ديالك مأثر عليك بزاف، وانتي اختي حتى مأثر عليك بزاف. وزادك هاد التليفون ما مبرز لك العقل ديالك. راه انتي البعض منكم البنات الحنطيات اللي عندها دخول المحكمه او كتسنى تليفون، فهمتوني؟ راه ما كتنعش بالليل، راه كتبات دمعتها على خدها، كتبات تبكي، وكتبات مسكينه تبكي وتفكر شي حوايج، راه ما كتنعش، راه مسكينه القلب ديالها آمر، وكتضرع وتطلب الله في نجوم الليل. كتبات مسكينه تطلب الله وكتفكر شي حوايج، واش عندها شي حد مسجون، واش عندها قضيه، مهم شي حاجه شاغله البال ديالها ومشتة ليها التفكير ديالها، كتفكر بزاف ومشتة ليها حتى التفكير ديالها. اما مشتت التفكير ديالك على زياره بغات تشوفي شي حد، وعندك سفر مشتت لك التفكير ديالك. انا كنشوف هنا غيكون عندك لقاء مع هاد الشخص اللي كتسناي التليفون ديالو، غادي يكون عندك لقاء معه، وغادي يعيط لك هاد السيد ولا هاد السيده اللي كتسناي منها جواب. المهم غادي تعيط لك ولا غيعيط لك وغادي يتقابل معك. وانت اختي كنشوف دموعك على خدك. علاش كتبكي في نجوم الليل وكتفكري شي حوايج وما كتنحسيش، وكيجيك حتى الارق، والصباح كتصبحي مهدوده، ما كتقدريش حتى تنوضي، كلشي الدات ديالك كضرك، حتى بقيتي تبكي حتى الدمعه نشفت من عينك، كتخمي بزاف، مرونه بوحدك. الحياه ديالك كنشوفها مرونه. انت اختي كنشوف عندك زياره او سفر، عندك واحد الطريق قصيره بغيتي تمشي فيها وتجي، او عندك مقابله، مقابله دخول المحكمه او سفر. المهم عندك شي حاجه، وهاد شي حاجه كتسني منها تليفون. هاد التليفون كتسناه راه مقلقك، واقفه على الاعصاب ديالك، او كتسني حكم، او كتسني شي حد مسجون بغا يخرج. المهم راه عندك شي حاجه كتسني عليها التليفون، وهاد الحاجه راه مرونه لك الحياه ديالك. راه اختي ما كتنعسيش، كتباتي تبكي وتضرعي وتطلبي الله، وربي اختي راه كنشوف هنا غيستجيب لك ان شاء الله، وغيستجيب لك الدعاء ديالك. حاولي تحيد عليك الطاقه السلبيه وما تبقايش تبكي، ربي مازال غادي يفرجها. مازال كنشوف هنا غادي يجيك التليفون ان شاء الله، وغادي يمشي عليك شويه هاد الهم، ملي غتسمع هاد التليفون شويه غادي ترجع فيك الروح شويه. كنشوف هاد التليفون ان شاء الله غادي يرجع فيك الروح، وغتكون عندك فرحه، غتكون عندك ان شاء الله فرحه في العتبه ديالك. العتبه ديالك غتكون ان شاء الله فيها فرحه وغادي تفرحي.
وغادي تزهري ان شاء الله من بعد شويه تعب. كنشوف عندك هنا شويه تعب والمشاكل والتفكير، ولكن ان شاء الله ربي غادي يفاجئ عليك، غادي يكون ان شاء الله تغيير في الحياه ديالك. هذا هو الفال لكم البنات اليوم. كنتمنى ان شاء الله هذا الفال يعجبكم، ان شاء الله كنتمنى هذا الفال يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا وتابونوا في القناه ديالي باش يوصلكم بكل ما هو جديد ان شاء الله. معكم الشرقاويه بنت جواد، عفوا بحال بحال، مع وصفات، مع عالم وصفات. البنات ما تنسوش تشاركوا في القناه ديالي، عالم وصفات للمحبه والقبول. يلا بسلام عليكم البنات، وعواشركم عاوتاني مباركه مسبقا. لا دخلنا علينا وعليكم العيد بالصحه والعافيه وباش ما تبنيتوا ان شاء الله. ان شاء الله البنات رمضان غندير لكم ان شاء الله قبولات زوينين، ان شاء الله غندير قبولات زوينين غيعجبوكم ان شاء الله، ونتمنى تجربوهم ان شاء الله. يلا البنات بسلام عليكم.